بعد ما شُفت فيلم السلم والتعبان بعنوان لعب عيال، يا ترى رأيي إيه في الفيلم؟ الفيلم طبعًا أول حاجة تصنيفه رومانسي، طبعًا مُصنَّف +12 يعني طبعًا اللي أصغر من كده ما يدخلش. أنا شايف تصنيفه يعني من وجهة نظري ممكن يبقى +18 أصلًا كمان يعني. فيلم جريء، فيه طبعًا ألفاظ طبعًا وإيحاءات، حاجات بقى أنت سيبها لخيالك. فالفيلم بشكل عام طبعًا هنتكلم عن الcast بتاعه وبطولة مين. أول حاجة الفيلم طبعًا قصة وإخراج المخرج الكبير طارق العريان، تأليف أحمد حسني، طبعًا قصة طارق العريان زي ما قُلنا، طبعًا بطولة مجموعة من النجوم. طبعًا عندنا طبعًا نجوم كتير، طبعًا عندنا مين، عندنا بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، وطبعًا كان في ظهور ضيف شرف أحمد فهمي. وطبعًا برضه عندنا مجموعة من النجوم الإضافيين، عندنا طبعًا فدوى عابد، وعندنا هبة عبد العزيز وآية سليم وسوسن بدر، وأحمد فهمي كان ضيف شرف، وعندنا طبعًا عمرو وهبة برضه. فالفيلم ده الكاست بتاع الفيلم. الفيلم طبعا مدته 120 دقيقة يعني ساعتين. فيلم طبعا تصنيفه زي ما قلنا رومانسي. فيلم طبعا تصنيفه رومانسي، عرفنا تصنيفه اللي هو +12، مش للأطفال خالص. ممنوع أطفال تدخل الفيلم ده أو حتى شباب مراهق ما يدخلش الفيلم ده من وجهة نظري. فيعني تصنيفه طبعا فيه حاجات جريئة وألفاظ وحاجات. كانوا طبعا بعد ما العرض الخاص خلص طبعا الصحفيين اتكلموا مع نجوم وأبطال الفيلم وناقشوهم في بعض الحاجات اللي ظهرت في الفيلم والألفاظ والحاجات ديت. فكان عمرو يوسف كان قال أنا بحب الحاجات الجريئة، وكنا عاملين فيلم واحد صحيح طبعا كان فيه جراءة وحاجات كده. فهو كان بيتكلم عن الحاجات ديت. وأنا شايف الرقابة في مصر مفيش رقابة في مصر أصلا يعني. رقابة سكة السلامة، رقابة بس في حاجة واحدة في السياسة، غير كده مفيش رقابة. حاجات بقى ماشية والدنيا يعني. في وجهة نظري الفيلم بشكل عام يعني الفيلم أنا ما بعملش الحاجات الرومانسية يعني. بالنسبة لي الأكشن والكوميدي ده نمرة واحد، والحاجات الحروب والأكشن بقى الحاجات اللي بتبقى رومانسي كوميدي ماشي. رومانسي حاجات معينة بس مش رومانسي بالنسبة لي يعني. مش هو الفيلم بشكل عام فيلم كويس. بشكل عام الفيلم يعني برضو هو رومانسي. الفيلم طبعا كان يعني التصوير فيه كويس جدا، كادرات كويسة، الديكور طبعا كويس جدا جميل. هو بيميل قريب شبهي، بحب اللون الأسود. أغلب الديكورات كانت غامقة، غوامق أسود وحاجات. هو طبعا عمرو يوسف ده قايم بدور اسمه أحمد الألفي، ده مهندس ديكور مشهور جدا، من أنجح مهندسين الديكور في مصر والعالم. يعني عنده بقى فلوس بقى وكل حاجة معاه ماشية. فهو مهندس ديكور، ومراته مهندسة ديكور اللي هي طبعا ملك، اللي هي قايمة بدور أسماء جلال. فدي مراته طبعا يعني هو بيزهق منها بقالهم تقريبا 10 سنين، فبيزهق منها. طيب عايز يعيش يجدد معاها، عايز يتعرف عليها من الأول. هو من عنوان الفيلم السلم والتعبان لعب عيال، هو لعب عيال. فأنت هتشوف ما تدخل الفيلم أنا قصدي إيه. فيعني هو بشكل عام ده كانت قصة الفيلم. لو شفتوا الجزء الأول طبعا بتاع السلم والتعبان اللي كان من زمان جدا 2001 تقريبا، هي شبه نفس القصة بس مختلفين بقى، نجوم جداد وحاجات مطورين فيها. طبعا الديكور عجبني جدا، والحاجات الكادرات والتصوير. طبعا كان في إعلانات طالعة بقى القهوة، كل ما يشربوا قهوة يجيبوا قهوة أبو عوف. ده إعلانات غير مباشرة لمنتجات أبو عوف. وكان بقى جايبين كذا حاجة، ومنصة يانجو بلاي برضو إعلانات ليها غير مباشرة. فيعني الحاجات دي عارفينها من زمان، اللي هم دخلوا الإعلانات في الأفلام والمسلسلات بطريقة غير مباشرة، مش لازم يبقى إعلان صريح. فبيستغلوها في الحاجات ديت. كانت في منتجات وقرى سياحية كمان داخلة وحاجات. طبعا الديكوريشن والحاجات اللي عاملينها حاجات خرافية، تحس كده كلاس اي. حاجات جامدة جدا، وحاجات كانوا مصورين كمان تقريبا في مراسي أو في الجونة. تقريبا مراسي، كانوا مصورين في مراسي الساحل الشمالي، ما كانوا الحاجات اليخوت والحاجات دي. طبعا بقى أجواء اللي هو فيلم رومانسي، في بقى النايت كلاب والبنات واللي انتوا عارفينه. طبعا هو فيلم أصلا حاطينه +12، أنا شايفه +18. فده من وجهة نظري. فالفيلم بشكل عام تصنيفي تقييمي ليه أديله 6/10. فيلم متوسط كويس. طبعا بقى هو أذواق يعني. انت يكتب لنا في الكومنتات لما تشوف الفيلم رأيك في الفيلم بشكل عام. فده من وجهة نظري أديله 6/10 عشان تصويره وحاجات ديت، قصة وحاجات دي رومانسي. بس أنا طبعا زي ما قلت لك أنا ما بعملش الرومانسي قد كده.
فده بشكل عام فيلم يعني كويس. طبعا كان المشهد الاخير اللي عاملينه كان عاملين مشهد بقى ايه، هو بيرجع لها، طبعا كان عامل لها حفله، عامل طبعا استخدموا التقنيه اللي كنا متكلمين عليها اللي هي الدرون لايت شو تقريبا، هي دي استخدموها، عملوا شكل القلوب واي لاف يو والحاجات، الجمله اللي كانوا كاتبينها في الاخر كان اي لاف مش عارف ايه كده. فيعني بشكل عام وعملوا بقى حاجات والجرافيكس الى حد ما والالعاب الناريه، يعني بشكل عام بشكل كويس. الفيلم كويس، متوسط 6/10، تصنيف برضه كويس. طبعا كان في برضه حاتم صلاح هو الفيلم فيه حاجات كوميدية بسيطة جدا، هو فيلم رومانسي زي ما قلت، فكان حاتم صلاح هو اللي قام بدور الكوميديا في بعض المشاهد. طبعا الألفاظ اللي بيقولوها والإيحاءات، الألفاظ اللي هي بتحتوي على إيحاءات وحاجات، في ناس كانت بتضحك عليها وفي ناس عادي. هو فيلم زي ما قلت هو فيلم للكبار بس يعني بشكل عام. وكان في طبعا ظافر عابدين النجم الكبير، كان قايم بقى اللي هو بدور بعد ما حصل خلاف ما بين عمرو يوسف وأسماء جلال، اللي هو كان عايز يتجوز أسماء جلال وهتعرفوا اللي حصل في الآخر والنقاش، هو كان بيحبها من زمان وما اتجوزهاش، وبعد الخلاف كان عايز يتجوزها. فيعني لحد ما طبعا كأدواره ماجد المصري اللي هو قايم بصاحب قرى سياحية وصاحب بقى إيه، هو عمرو يوسف وماجد المصري وحاتم صلاح التلاتة صحاب، وطبعا بيقعدوا بقى وبيعملوا ويروحوا نايت كلاب ويطلعوا طبعا على اليخوت بتاعتهم على اليخت ومعاهم بنات بقى والحاجات ديت ويشربوا زي ما انتوا عارفين نايت كلاب من الآخر. هو لعب عيال من الآخر. فده فيلم السلم والتعبان. لو شفت الفيلم اكتب لنا رأيك في الكومنتات. بس لو عجبك طبعا الحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعنا على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن. اشوفكم في حلقة جديدة وفيلم جديد. سلام.